من كام سنة كده كنت باحكي قدّام حد، وبعدين راح قايل لي: "حنان أنتِ بتحرّكي إيديكِ كتير أوي." حقيقة أخدت الموضوع جامد جدًا جوايا، يعني أخدت إنه يا نهار أبيض! أنا باحرّك إيدي كتير، ده هيأثّر على شغلي، ده مش حلو خالص. و الكلمة دي نزلت جوايا عملت echo جامد جدًا، 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 لدرجة إن أنا لمّا رجعت بصّيت على الفيديوهات اللي حكيت فيها في الفترة دي، كنت مسمّرة إيدي كده، كنت حاسة إن أنا متكتّفة ومتخشّبة، والحقيقة ده كان إحساسي، أنا كان إحساسي إن أنا متكتّفة ومتخشّبة جدًا. وده أثّر جدًا على أدائي الحقيقة. لمّا رجعت بعد كده فكّرت في الموضوع لقيت إنه هو أنا ليه عملت كده، ليه أنا اتخشّبت، وليه أنا المفروض إن أنا ما احرّكش إيدي مع إنه أنا مصرية، وإحنا كمصريين بطبيعة حالنا، بطبيعتنا كمصريين بنحرّك إيدينا كتير، زي مثلًا الأم اللي وهي بتصلّي بترفع إيديها وتشاور لعيالها اعملوا حاجة معيّنة، والّا لمّا بنقول لحد اصبر، والّا لمّا بنقول على حد مجنون. إحنا حركة إيدينا جزء أصيل منا كمصريين، وده ما يعيبناش على فكرة خالص، بالعكس دي طبيعتنا، زي ما إحنا طبيعتنا صوتنا عالي يعني، إحنا طبيعتنا كده. فليه أنا أنسلخ من أصلي وأنسلخ من طبيعتي و وأبقى واحدة تانية؟ الحقيقة الموضوع ده فضل مأثّر فيّا ومأثّر على أدائي فترة، لغاية ما قررت لأ، على فكرة أنا مصرية، أنا هاحرّك إيدي، أي نعم مش هاحرّكها بالراحة والأريحية اللي أنا باعملها دلوقتي وأنا باتكلم بشكل عام، لكن مش هاحبسها يعني كمان، لأ هاسيبها تتحرك بطبيعية، لكن هاوظّفها. بس، ومن ساعتها قررت إن إيديّا مترجم مهم جدًا لإحساسي واللي باقوله، مش هاسكّت المترجم ده، لكن مش هاسيبه على راحته خالص، يعني حتّة في النُص كده. قولوا لي بقى، هل حصلت لكم قبل كده إن حد شكّكوا في نَفْسكم وخلّاكم تعملوا حاجة مش شبهكم وبعدين رجعتوا لها تاني؟ قولوا لي كده في التعليقات، أحب أسمع حوادثكم. أشوفكم المرّة الجاية، سلام.